بنقدر هالشي وبنشكرك، بس شوفت عينك هلا قاعدين قعدة عائلية مو حلوة وجودك معنا. بس بصراحة هذا الشيء وانك تصير مقرب من العيلة وتقعد معنا شيء يعني ما بدي اياك تتضايق، بس هذا الواقع. بسيطة يا أخي، بكفي زعل بقى. يلا اضحك لشو، كلياتنا منحبك كتير. ها؟ هلأ انت اطلع لفوق وأنا رح اجي لعندك. صار له ساعتين عم يبكي. شو بدي اقول له يا ابني؟ قال لي انه مشتاق لي كثير وانا قلت له اشتقت لك اكثر. شو في يا شيخ؟ صار يبكي من بعد ما حكى معه. مشان الله اتركنا وخلينا نرتاح. شو اللي عملته انا يعني؟ سالوا حالكم انت وامك واختك شو عاملين بالصبي وليش مزعلينه؟ الولد اتصل فيه وقال لي ببيتنا الجديد عندي غرفه ولا لا؟ ورجيته اياها على الكاميرا وما صار غير شيء. شو فيها؟ شو اذنبت؟ بابا انت محضر لسعيد علي علينا. الولد اجى قال انتم ما بتحبوني وما بدكم ياني. هو ما بيعرف انت شو عامل وانت لساتك عم تعبي براسه بحكي. كرام افهمني منيح، انا ما قلت هيك شيء لسعيد علي. هيك لك مشان هيك اجى وقال انتم ما بدكم ياني. لا تعمل هيك، بترجاك لا تزعلوا اكثر من هيك. اطلع، هي اخر مره بقول لك اذا ضليت تعمل هيك فينا بتنسى انه عندك ولد صغير اسمه سعيد علي وما عاد تشوف وشه عم تفهم عليه. مين يلي عم يعبي براس الثاني؟ مين يا ترى؟ العمى ابني عم يعلمني شو بدي اعمل. يسلم لي الزعلان يا حبيب قلبنا الماما. انت انا ما بدي اياك تضل زعلان. يلا اضحك، خليني اشوف بسمتك الحلوه على وجهك يا قلبي. بس انت كنت معنا كمان يا روحي، يعني شفت كيف كنا عم نركض كلياتنا ومو ملحقين مشان تجهيزات العرس. مشان هيك ما قدرنا نروح نشتري لك غرفه النوم وانت زعلت مشان هيك. فهمانه عليك يا عمري، وحياتك لما اشوفك هيك زعلان انا كمان بزعل. فريد وشك بقى. عمك خليل كمان زعلان. دائما بتقولوا عمكم شغل. طيب معك حق، الفترة الماضية انشغلنا عنك وما قدرنا نهتم فيك، واليوم كان عرس خالتك أوزكا وعمك زينال، لهيك انعجقنا بعرسهم شوي. الكل عم يتزوج، دفنا تزوجت وانت كمان رح تتزوجي، بس أنا ما رح أتزوج. ما رح أترك جدي وتيتا عمي لحالهم لأنه بحبهم كتير. شو هالحكي هاد سعيد علي؟ لا تفكر هيك، يلي بيتزوج ما بيتخلى عن الناس اللي بيحبهم وبيضل يشوفهم عطول. هي أبوك لما تزوج ضل يشوفك وما تخلى عنك وما تركك لأنه بيحبك. فهمت علي؟ وأنا كمان لما أتزوج ما رح أتركك يا روحي لأنك ابني وحبيب قلبي. رح نضل مع بعض كل العمر، بوعدك. طيب اليوم أبوها لقون جهز لها غرفة قالت لي إنها حلوة، وبابا كمان جهز لي غرفة كتير حلوة وورجاني إياها كمان، حتى فيها سلة معلقة على الحيط مشان ألعب فيها. يا سلام شو حلوة غرفتك معناتها. إن شاء الله تنبسط فيها. بس أنت وعمي خليل ما عملتوا شي أبدا مشان تفرحوني، بس بابا يلي عمل شغلات تفرحني. منيح إنه جدي عايش ولا ما كنت ضليت بالبيت هون كمان. سعيد علي، اللي بدك إياه رح يصير وأكتر كمان، ورح نجهز لك غرفتك مثل ما بدك بالضبط. لو تعرف عمك خليل قديش بيحبك يا روحي. لو ما بيحبك كان عملك قبطان للقارب يا عمري. رح نعمل كل شي بتطلبه شو ما كان يكون لأنه منحبك كتير نحن، وبوعدك إنه ما رح نزعلك بنوم. شي مرة وعدتك وكذبت. ورح تشوف أبوك بالوقت اللي بدك إياه. إمتى ما حبيت بتروح لعنده وبتضل قد ما بدك وبتلعب بالملعب. بس أنت مكانك عندي يا روحي، ما رح أتخلى عنك أبدا بحياتي كلها.
له شو ما بيطلب. وأنا رح أجيب له كاسة حليب لحبيب قلبي، شو رأيك؟ انت منيحة؟ حكيتي مع سعيد علي؟ حكيته، وهلأ أخوه جنبه كمان. لكن تعالي خلينا نقعد. زعلان من الصبح. سعيد علي زعلان من الكل ومو عاجبه حد. صار معنا مشاكل بآخر فترة، وهالشي يمكن خلانا ما نهتم فيه ولا نعرف نتصرف معه بالطريقة الصح. يعني حقه نحن كبار وتلخبطت حياتنا، فما بالك هو طفل وما بتعرف بشو عم يفكر ولا شو بيكون عم يتخيل. وأنا اليوم انشغلت كتير وما قدرت أهتم فيه منيح، وحاسس إنه نحن نسينا. على الأغلب كون أنا السبب. يا ملك انت مين ولا مين بدك تهتمي؟ يعني لا تلومي حالك على شيء ما عملتيه. انت اكثر حدا تضرر من المشاكل اللي عملها الله اخر فتره. يعني بكفي زعلك على الشغلات اللي صارت مع كرم ورفنا بسبب ابوهم واللي عملوا معهم. وبعدين انا كمان بتحمل جزء من المسؤوليه على المشكله الاخيره. يعني خليل هذا كان قدرنا، بس هلا قلت لي ما حمل حالي مسؤولية شيء ما عملته، ليش عم تعمل هيك؟ الله يوفقك لبقى تفكر بشيء صار ماضي وتخطيناه الحمد لله. اليوم ورايح لازم تفكر ببكره وبسعادتنا. معك حق، بس لما افكر بالماضي بحس اني اذيت الاشخاص اللي بحبهم كثير وانهم بيستاهلوا هيك. أنا حاولت أوضح له لسعيد علي وفهم. فهمته إنه بنحبه كتير ورح نضل معه وما رح نتركه لو شو ما صار. وخبرته قديش أنت بتحبه، قلت له رح نعيش اسعد حياه، ورح احاول ما اخليك تزعلي بعد اليوم يا روحي. ومو بس نحن رح نكون مبسوطين، الكل رح يكون مبسوط. واهم شيء لازم نفرحه لسعيد علي ونساعده. لازم ما نستنى منه انه يفهم شو عم يصير حواليه بهالعمر. قديش بكون فرحانة لما تحاكيني هيك، بحس إنه نص همومي راحت. معناها قبل ما نقرا قصة قبل النوم رح نلعب أنا وياك اللعبة يلي بتحبها. يا ولد خصوص حلو العرس. إيه ذكرتني، كنت بدي أقول لك عنه. ليك بتعرف شو كنت عم فكر يا روحي؟ بدل ما ندفع كل هالتكاليف على حلو العرس، في مؤسسات وبتستاهل إنه الواحد يتبرع لها، مثل جمعية مرضى السرطان. في كتير أولاد مصابين بهالمرض ظروفهم صعبة وما عم يقدروا يتعالجوا بسبب التكاليف. للأسف في ناس عم تموت بسبب ظروف. عم أقول لحالي ليش ما بنتبرع لهم بمبلغ بسيط يلي هو تكاليف الحلو اللي رح نضيفه بالعرس. شو رأيك؟ كثير حلو الفكره. اسمع، خليني ورجيك كمان. شوف بطاقات هالدعوة شو حلوة، بنوزعها على المدعوين على العرس وبتضل ذكرى منا إلهم. والمبلغ يلي وفرناه ندفعه كمان للجمعية وبنشجع الناس يدفعوا. مثل ما بدك يا روحي. بتعرفي اني بحبك وبفتخر فيكي. انت اسم على مسمى. ما رح يرفع دعوى وصاية مع هيك قال له لمدحت. لا يا سيران، ولا يهمك، ما رح ترفع اي قضية. انا حكيت مع محامي، يعني اردال هلا بالسجن لانه خالف شروط اخلاء السبيل اساسا. رح يقدر يشوف بنته مو هيك؟ بيقدر، انا حكيت مع محامي. شكرا، عن جد حليت لي مشكلة كتير كبيرة. والله كنت خايفة من الموضوع. عم تزعجي حالك على الفاضي سيران. ان شاء الله ارتحنا من قصة اردال. على كل الحمد لله على السلامة. منيح انكم ما قدمتوا شكوى ضد اردال، بنتك كانت رح تتأثر كتير. ايه والله معك حق، هذا رأي مدحت. يعني أنا كنت بدي ارفع دعوة، بس مدحت اللي قنعني انه غير رأيي. لولا ما بعرف شو كان صار فيه. امي ومعاي انا بعرف هالشي. ان شاء الله انتم كمان بصير عندكم ولد. بنتك لازم اخ. شو مدحت؟ ملاك، شو صار بفستان عرسك؟ حكيتي مع الخياطة ولا لا؟ ما ضل معنا وقت كتير. جاهز
زعمتي ولا يهمك، كنت بدي اخده اليوم بس قالوا خليه مشان الكوي والصبح بيكون جاهز لحتى استلمه. ايه كتير منيح، مشان ما ننعجق بكره الصبح. ولا يهمك، كل امورنا ماشيه كتير منيح. فيلدا بدت خليل جاهز الشيء؟ انا ما بعرف شو بدي اعمل، علي مشوش كتير. ايه كل شي جاهز. الرجال رح يروحوا على الحلاق بكره الصبح، وابو خليل رح يجهز شويه شغلات، ان شاء الله ما ينسى شيء. ما اجى لسه، ما قدرنا نساله شو صاروا اذا جهزوا، اصلا ما بعرف وين. مو اليوم حجزوا موعد عند الحلاق؟ ما في مشكلة، لا تتلبكي. اساسا اخي محمود رح يروح على الدكان قبل العرس وهو رح يهتم بالموضوع، ولا يهمك خالتي زمر. قد ما نقول انه جهزنا حالنا للعرس الا ما يكون نسيانين شيء، لا سمح الله يطلع لنا وما نكون حاسبين له حساب. على كل حال انا كمان بكره الصبح رح ابعت ريحان على الدكان لحتى تساعدهم بالشغل، لانه نفس المرأة على الطبخ غير شكل والله. يا رب بكره يمرق على خير، الباقي سهل. وانتي كمان رح يتحقق حلمك ان شاء الله. ان شاء الله يا عمتي. كل هالسنين اللي مرقت زعلتك كتير، يا ريت نفتح صفحة جديدة، وبوعدك انه ما رح زعلك من اليوم ورايح. خالتي زمرد، انا بحياتي ما زعلت منك ولا رح ازعل، وان شاء الله رح نعيش كل حياتنا بحب وسعادة بدون اي مشاكل، بكفي نتفهم بعض ونحب بعضنا. ان شاء الله كلنا رح نكون مبسوطين، ما عاد تفكروا بالماضي، اضحكوا شوي يا جماعة، بكرة عنا عرس يلي منحبه. شو رأيك بلبس هذا على العرس؟ لا بقلك كتير، طالعة كتير حلو. وانت شو رح تلبس؟ مو كان في جاكيت وردي انت ما حبيتي؟ عم اقول لحالي البسه. لا طيب انت اختاري لي معناتها. اخترت لك وكويت لك. لكن من زمان اخذت. طيب لانه ملك وخليل رح يتزوجوا. اخيرا اختي رح تفرح بعد كل شي صار معه. رح تشوف اختك بفستان العرس اول مرة. ايه بكفيني تكون فرحانة. نحن عرسنا ما صار مثل ما بدك، انا كنت بحب اني اعمل لك عرس ولبسك فستان ابيض بس. معلش يا عمري، وقتها كانت في ظروف لهيك ما عملنا العرس. بس ضليت حسرة جواتي وما قدرت اعيشك هديك الفرحة. انت بالنسبة لإلي اكبر فرحة بحياتي يا روحي، فتحت بيت لإلي ولجونجي وقدمت لنا حبك، ولساتك عم تضحي وعم تكبر بعيني يوم بعد يوم. وجودك بحياتي هو اكبر نعمة اعطاني اياها الله. شو يعني في ناس بتعيش بقصور وما نحن مبسوطين؟ يعني عم تقولي انه قصر قلبي بكفي؟ ايه هيك عم قول تماما. بحبك. اهلين وسهلين. السلام عليكم. عن شو عم تحكوا مجتمعين هيك كلياتكم مع بعض؟ شو ما في قهوة لنا؟ لا مبين انهم عم يشربوها لحالهم وما بدهم يشربونا معهم. شو هالحكي، هلا بنعملكم اطيب فنجان قهوة. وين هدفنا؟ بالمطبخ عم تطلع على الوصفات مع مرت خالها. محمود خبرني لشوف شو صار معك بموضوع الاكل. شوف ما بدي اي شيء ينقص والا ضربتك ها. ولا يهمك يا خالتي، انا حليت كل شيء. منيح. ملاحظة دفنة، بس يصير في هدوء الأولاد بيناموا فورا. إن شاء الله البيت يضل هيك هادي وما حدا يزعجنا. والله انك امي سرية يا هذا الصوت. تسلمي يا حسو. شو بدي أقول؟ الله رزقني وأنا لازم أعمل يلي علي وما أقصر معه. طلعي علي يا بنت، قولي لي شو عملتي بالدروس؟ عم تتعلمي منيح ما هيك؟ لأنه لا تنسي أنا وياكي رح نطور المطعم. ايه مرت خالي عم اتعلم منيح، بس اول فترة كانت صعبة علي، بس بتوقع انه الضغط رح يخف شوي شوي. طلعي علي، اوعي تقصري بدورة الطبخ، ليكي عم نكبر شغل، لازم تصيري تعرفي تطبخي منيح كل الطبخة. بس أنا بكرة شو بدي ألبس على العرس؟ خايفة أكون سمنت وزاد وزني وهالثياب بطلت تجي علي. كنا عم نحكي عن دورة الطبخ فورا رحتي على الثياب. شو أعمل؟ لازم أفكر شو رح ألبس، لأنه بكرة بالعرس لازم أكون أنيقة. بكرة الكل بيصير يقول هي ولدت وليكو ما أقل أناقتها، وليكو هالثياب يلي لابستهم. هلا مو سيران جاية كمان رح تلبس لبس حلو، أنا لازم أكون أحلى منها ما هيك؟ انتي أساسا حلوة مرت خالي. ما بكفي إني أكون حلوة وبس يا دفنة، أنا لازم أكون
وجذابة وثقيلة، وكمان لازم أكون مميزة مثل ما قلت لك، لأني أول كنة بهالعائلة. لازم العالم يقولوا إني أحلى من سيران بكثير. بس مرت خالي انتي وسيران بتحبوا بعضكم، ليش عم تقارني حالك فيها؟ لا يا بنت، ما عم قارن حالي فيها، بس كل شي لحالي يا روحي. يعني لو عندك سلفة كنت فهمتي علي شو عم قولوا، كيف السلفات بيغاروا من بعضهم. في مثل بيقول السلفات بيتخانقوا على مناشة في الحمام، هيك كانوا يقولوا قبل. هذا هو المثل اللي بتعرفيه؟ وما بتعرفي المثل اللي بيقول انه المرأة هي اكبر داعم للمرأة؟ ماشي، بس في مثل تاني رح اقول لك اياه، المرأة هي اكبر منافس للمرأة. حلوة هي ما هي؟ انا هلا نفس شو رايك؟ والله حرام ما استغل مواقفي. شوفي انا كثير بحبها لسيران، بس ما بدي اياها تطلع احلى مني. المحبة شيء والغيرة شيء ثاني. طلعي انتي عروسة جديدة، ولهيك بكره البسي كل الذهبات اللي عندك واحلى تنظفي وظبطي حالك، لانه لازم تطلعي كثير مميزة. خليكي ملكة. لا يا مرت خالو، انا كيف بدي البس كل ذهباتي؟ ما في داعي. كيف ما في داعي؟ لازم تلبسيهم كلهم مشان الخالة زمرد تشوف حالها بجنتها قدام الناس. هي العادة. بعدين انتو ما صار لكم فترة متصالحين، اعملي اللي عم قلك عليه، لا تخليها تزعل منك، فهمتي؟ لانه والله اذا زعلتيها بعمرك ما رح تقدري تصالحي. عمل قولي لي شو رايك البس هذا الفستان؟ بس يمكن في عند سيران فستان بيشبهه، ما بدي البسه واطلع هبله. ما انت طلعتي هبله ومشي الحال قدريه خانم، مسكتي. ايه معناها بحكي مع محمود وبطلب منه يشتري لي فستان جديد. بكره الصبح بقول له خليه يشتري لي واحد. كمان عم تطلب فستان جديد؟ لك انت شو عملتي يا ست قدريه؟ لك فضحتينا قدام الناس. يا الله وين كان هاد؟ عن جد يا الله وين كان هاد؟ الكل سمع شو كنتوا عم تحكوا. اسكت، هلا بيفيقوا لها. انا يلي لازم اسكت ولا انت يلي ما فات لسانك لحلقك؟ وان شاء الله خففي حكي شوي. شو فيها؟ ما غلطت ولا سبيت حدا، شو صار يعني؟ ليش معصب كل هالقد؟ خالي حماتي سمعت الحكي كمان؟ طبعا سمعت دفنة، ومو بس حماتك اللي سمعت، الكل سمع شو حكيت. يا الله. ماما يلا نادي لمرتك وخلينا نروح نحن. يلا هيك برأيي. اهلين وسهلين. اهلين فيك. اهلين. مرحبا. اهلين. مرحبا. مرحبا. اهلين. هالقدرية ما العائلة هم الذهب واللبس بس. لا ومفكرة الكل مثله، كأنه بيهمني يعني. ما تدقيقي مرت عمي، انت كمان اخذتي على خاطرك منها، يعني كأنك ما بتعرفيها. هي ما عندها مسافة بين قلبها ولسانها. لا مو هيك، قصدك هي المخلوقة ما في مسافة بين عقلها وتمها بنو. مو هيك؟ ابني ضل هون الليلة آخر مرة، بس تروح على مزرعتك، ما بقى تنام عنا هون. نام عنا. ماشي امي تكرم، بستنى ابي بشوفه وبنام. ايه شوف. تصبحوا على خير وانتي بخير. منيح ما قالت لي شيء. هي الليلة كانت ليلة قدرية بامتياز. لا وعم تتسابق مع سيران هالمرة نهلة. بس خلوا كلامها بعين الاعتبار. دفنة اوعك سمعتي قدرية، البسي كل الذهب اللي عندك وتعالي على العرس، تمام؟ ايه طبعا لازم تشرفي ستي بذهب. ايه ان شاء الله نضل هيك مبسوطين، بس بكره عنا شغل رح اروح. ماشي. ونحن خلينا ننام ونرتاح، تأخر الوقت. ماشي عمي، بنشوف. خليل، اهلين ابي، وين اختفيتوا انتوا عمي سعيد علي؟ مو مبينين كنتوا؟ قعدنا بعد الصلاة حكينا شوي وتسلينا. مو بكرة عرسك؟ اي والله، واخيرا رح تطلع الشمس بعد كل هالهموم والمشاكل اللي عشناها. ان شاء الله حلك تطلع من العتمة وتشوف الشمس يا ابني. اكيد تعبت، خاصة بعد كل اللي عملوا قلباي اخر فترة، اللي عشناه مو قليل ابدا. انت كمان تعبت، خلي لي ياكل انت وعمي سعيد علي كمان. بعرف قديش ضحيتوا كرمالنا، ما في فرق بيني وبين سعيد علي. كمان هو حياة دايما كان يعتبرك ابنه، وهذا معنى الابوة. بس توقع مشكلة، كوني ابوه مو بدي ضحي مشانه. الله يخلي لي،
أصلا أنت ضحيت كتير كرمالي، بس كنت تستحق هالشي من زمان يا أبو. مستحيل بنوب انسى الكلام اللي صار بيننا لما رجعت ملك، وهالعداوة ما كان لها داعي أبدا. وقت شفتك قديش عم تعذب قلت لحالي معقول ما ضل عندي إنسانية ولا ضمير كيف عملت هالشي بابني. بس مرت هذيك الأيام، وهلا إن شاء الله رح تعيش الحياة اللي تستحقها. وإن شاء الله نبقى هيك دايما ونحب بعضنا وكلنا مبسوطين. أكيد إن شاء الله يا ابني، إن شاء الله. يلا سجل. كرم والله جول. دخيلك يا ربي. ان شاء الله يجي اليوم اللي تلعب فيه مع هالفرق، وقتها رح نفرح بالجول اللي انت رح تجيبه ابني. ان شاء الله يا رب. بدك تبعتيني على اسبانيا؟ برافو والله، معناها مانك مصدقه لتخلصي مني ست ملك. الله يسامحك يا روحي، لا تقول هيك. كل اللي بدي اياه تحقق احلامك، لهيك عم اقول هالحكي. ولا شو بيهمني اذا الفريق اسباني ولا غيره، بعدين مستعده اتحمل فراقك اذا كان مشان مستقبلها. اتركي المزح هلا، لو صحت لي هيك فرصه ما بعرف كيف رح اتركك وروح يا قلبي. ابني اكيد رح تروح. لما يصير الوقت بدك تروح وتشوف مستقبلك، هالشي بيفرحني. اكيد رح يجي يوم وكل واحد منكم رح يختار طريقه ويمشي فيه. تتذكري بصغري وقت كنا بألمانيا كنت أحلم بس أكبر رح ألعب بفريق أوروبي كبير وأخدك لعندي. طلعت كلها أحلام بأحلام، ما خطر لنا أبدا إنه بده يجي يوم ونعيشه. كرم، تعرف إنه سعيد علي بده يجي معي كمان؟ يعني أنت متأكد إنه بدك تضل عايش هون لحالك ابني؟ تعال معنا أنت كمان. لا ماما، والله أنا هون كتير مبسوط. جدي عمل كتير قصص مشاني وعمتي كمان. بعد ما تروحوا هن رح يضلوا هون لحالهم، بدي ابقى معهم. وبس تروحوا منشوف المباريات انا وجدي، ورح ناخد راحتنا كمان. رح نصرخ قد ما بدنا، ما تاكلي هم. لا تعبسي والله بزعل. مثل ما بدك، ماشي، ما رح أقلك شي، مثل ما بدك. معناته جدك وعمتي رح يكونوا بأمانتك. ها ولا يهمك. بس تطلع فيني، رح تجي لعندي امتى ما حبيت، وهداك كمان بيتك. ايه اكيد بيجي. قولي لعمو خليل يعمل لي غرفه. ليش شو ناقصني يعني؟ تمام معك. كمان بالحديقه بدي تعملوا لي مرمى بشبك، لانه لازم اتدرب كل يوم. تكرم يا عيوني، تكرم عينك. صباح الخير. صباح النور. خير أمي، لوين رايحة من على الصبح؟ صحيت أبوك على شغله. ها، ما فيكي، لازم كل يوم تصحي قبله وتصحي. ايه والله، تعودت انه كل يوم الصبح قبل ما يروح بدعي له الله يرزقه، وهو كمان ما بيرتاح اذا ما صرخ وعصب علي وتخانقنا على الصبح. يعني تعودنا من زمان على هيك. كم سنة صركم متزوجين وبيقولوا المتزوجين بيصيروا بيشبهوا بعضهم؟ لك اي شبه؟ عناد ابوك وين بتلاقي بالله؟ انا شايفني عنيدة مثله؟ لا، شو هالحكي، وين انت وين العناد؟ بس بتعرف
ومن أبوك حتى. ليك ضليت كل هالسنين تقول بدي ملك، بالنهاية صار يلي بدك إياه. الله يوفقكم بحياتكم ويبعد الحساد عنكم يا رب. آمين يا أمي إن شاء الله. بعرف كسرت بخاطرك كل هالسنين، وبعرف إني ضغطت عليك كتير. صدقني ما كانت نيتي سيئة ابنه، بس لأني وقفت بوش حبكم ووقفت بوشك، لأنه ما بدي إياك تتوجع مرة تانية. ما كنت بدي إياك تتحسن، بس الوضع تغير وتغير كل شي كمان. هلأ رح تتزوج أنت وملك وتبنوا بيتكم وتنبسطوا. لا تزعل مني على اللي عملته كل هالسنين. مانك زعلان مو؟ حبيبتي معقولة أزعل منك؟ وليش لا أزعل؟ لا تفكري هيك وتزعلي حالك لو سمحتي. خلينا ننسى كل الماضي، من هلأ ورايح رح يكون كل شي منيح ولا تاكلي هم. إن شاء الله. شو رأيك نشرب القهوة سوا؟ بنشرب؟ يلا رح أخذك. أجيت زورك، بدك أجيت. أمي أجيت لأخبرك قديش مبسوطة اليوم، رح يكون أسعد يوم بحياتي. أنا وخليل رح نتزوج. الحياة كلها معجزات، ما هيك؟ رجعت بعد كل هالسنين على بيت أبي مشان موت، بس شفيت واجتمعت بحب حياتي كمان. هي كانت معجزة يا أبي. أبي كتير اعتنى فيني بمرضي وحضني، وخليل كمان ما تركني. أمي بتتذكري مرة أجيت لهون بكيت فيها كتير وقلت لك دخيلك خديني لعندك؟ كنت تعبانة ووضعي كتير صعب، كنت حاسة إنه ما في حل للشيء اللي عم نمرق فيه وما كان عندي أمل أبدا. بس الحمد لله هلأ كل شيء انتهى. صبرت وحاولت أكون قوية مشان ولادي. كنت بدي أعيش معهم ونكون مبسوطين حتى لو عشت كم يوم. مرحلة صعبة بس انتهت بفضل حبهم الكبير، بفضل لربنا ولأبي. نحن هلأ رح نصير عائلة أكبر لسه، عائلة كتير حلوة، رح نكون مبسوطين. أمي يا روحي اشتقت لك. يا بنتي ووجعت لك قلبك، بس انت ما تخليتي عنا ابدا، داويتي جرحنا. بس انت اللي زرعت المحبة بقلوبنا وعلمتنا نسامح. قديش تعبت مشان حفيظة، بنتك بتشبهك بتعرفي ما يعني قطع مني ونفس طبعي دايما بتضحي. أعطيتيها كل المحبة والحنان اللي بقلبك. قديش محظوظ لأنك كنتي مرتي وأم أولادي. مالك رح
تتزوج. هلا اجينا لهون حتى نخبرك. يا ريتك جنبها بأجمل يوم بحياتك. هلا ارتاحي ونامي بسلام. أكيد عم يتدلل علينا. مين عم يتدلل لك؟ مجيب عم نستناك عمي، وينك انت؟ يلا قوم خلينا نروح. يلا على السريع يلا. لقيت العريس من دوات وهي ليك مشيت. يلا على السريع يلا. لك ذكرتني انت حليت قصة الكروت اللي قلنا عنها؟ ايه طبعا حليتها، بطاقات الدعوة كلها توزعت. صاحب المطبعة قال شو هالعجلة؟ قلت له عجلة شو؟ خلينا نستنى 20 سنة تانية كمان. عرسك مثل دعوة يا عم، الكل جاي مو ناقص غير الصيف بالجامع. شو رايك انت؟ وبصير نعملها، حتى المحامي معنا بظبطها. يلا عندي ماشي. يلا انا بظبطها. يلا المحامي مانو قليل. يلا ماشي. كتبتي كل شيء؟ ايه كتبته. الهدايا والشريط الأحمر. ها والبخور كمان لا تنسي، مشان العيون. خلينا نحرقه بحديقة البيت مشان عيون الحسات. ماشي كتب. يعطيكم العافية. عم قول ستي إذا ما في شيء أعمله خليني روح على القصر مشان ساعدهم هنا. ايه اصلا رح اروح على السوق. بنتي انت ليش لساتك هون؟ لازم تكوني جنب امك هلا. على السريع يلا روحي. دفنة؟ نعم ستي. اخذتي ذهباتك معك؟ ذهباتي يعني لبست هاد. مو قدرية قالت لك البسي كل ذهباتك؟ هي اكيد بتعرف عاداتنا. البسي كل الذهب يلي جبت لك اياه. اذا لبستي كل الذهب يلي عندك ما رح تقدري تتحركي. انت عم تمزح معك بنتي. البسي شو ما بدك. وينك بنتي؟ لسه بدنا نروح نشوف الفستان. ايه بعرف متذكرة بس لسه معنا وقت. بدنا نستنى دفنة ونطلع سوا. ايه منيح يلا. يا ستي كويت اللي طلبتيهم مني وحطيتهم عند اختي. يسلم. وانت يلا جهزي حالك يا دوبنا نلحق. انا رايح. محمود اطلع فيه. بدي اترك لك الاولاد تهتم فيهم شوي لانه لازم اختار ثياب واعمل شعري ومكياجي. عندي كثير شغل. لك قلت لك رح اهتم بالاكل تبع العرس، كيف بدي اهتم بالاولاد كمان يعني؟ مثل ما علمتك كيف يعني. استغفر الله استغفر الله. لك لك انا. خالي ليك امي راحت على الخياط. وانا شو بيعرفني يا خالي؟ يمكن راحت ما بعرف. هاي شو بدك بخالك تحت؟ امك ما راحت. شو بدي امي؟ اخذتي لي موعدة بالصالون. ايه ما تاكلي. بتعرفي اهم شي عندي يطلع شعري مرتب. متأكدة شغلهم منيح ماهر. ايه شغلهم منيح بيطلع حلو ما تخافي. دفنة منيح اجيتي. يلا خلينا ناكل كم لقمة وبعدين نروح على الخياط فورا. ايه ماشي. كيف محلك وفير فخر؟ ايه فخر اكيد. اذا عندك فضول بتطلعي احلى من مرت خالي سيران برقيق. بس يا اسكتي. Ay çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? O ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldı der. وقف شوي رضا، وقف على اليمين. شوفي شو الخير؟ سبقوني انتوا على الحلاوة ولا شوي وجايكم. نزل شوفي ماما خلي جاي انا. وين رايح؟ لوين رايح عريس؟ وين عم يجي؟ جاي. شو صار؟ ما بعرف والله، بركي بده يجيب ملك ويجي. اي من هلا؟ خلص خلونا نروح هلا يلا. ماشي. والله يا حبيبي جبت الكاري من الهند. الهند بعيدة بس في حدا بيجيب لي من هونيك.
لازم ارضي كل زباين المحل. اوه شوفوا مين اجا. اهلا وسهلا بالعرسان. اهلين. صباح الخير. صباح الخير. ايه والله اليوم عنا عرس. ايه والله واخيرا كل يوم عنا عرس. عبال عرسكم ان شاء الله كمان. ايه يلا خلينا نشوف شغلنا. يلا عمري انتبهي على المحل، انا رح خلص شغل والمسا بنروح سوا على العرس. طيب ماشي ولا يهمك. معلمتي رح تعطيني خرجيه ها؟ لك بس يا الله ما أقصد. يلا روح على شغلك عم يصير. ماشي امرك معلمتي. السلام عليكم. يعطيك العافيه. السلام. اخي كنان صباح الخير. يا صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. فقدتك. ليش ما اجيت على الاكل؟ كان عندي شغل، قلت لك بعوضها بعدين. لا تعمل الشغله حجه، اكيد في سبب تاني. شو قصدك؟ انت متضايق. شو في؟ اقعد شوي. حرام لقينا قهوة سادة. طلعت اختك البنت اللي عند الست نفيسة. امبارح عرفت بهذا الشيء. والله ما بعرف، كتير مبسوط عن جد، حاسس احساس غريب يعني. تخيل الله جمعني باختي بعد كل هالسنين. حكمة رب العالمين انه الست نفيسة تجيبها من هالفتي على القصر وهي تطلع اختي. عن جد شو هالصدفة؟ ما في شيء بهي الحياة اسمه صدفة. حياتنا مخطط مرسوم ونحن عم نمشي عليه. في نظام ما بنعرفه حساباته بتكون دقيقة كتير لدرجة ما بتتصدق. بيطلع بلحظة ما بنتوقعها بنقول عنه قدر. صح، بنشوف بس اللي الله كاتب لنا اياه. اي خلينا بموضوعنا هلا، خبرني شوفي. بعرف انت متضايق، قلي. احيانا بتغلط، بتصير شو ما عملت الحياة بتعاندك. شو قصدك؟ حياة الإنسان مقسومة نصين. النص الأول بيكون عم يركض ليلاقي الحب، وإذا محظوظ بيجتمع معي اللي بيحبه. أما النص الثاني بيعمل كل شيء بيطلع بإيده مشان يحميه. أنا من هاي الناحية ما عندي حظ. كل هالسنين حبيتها بس ما قدرت أبدا أحميها. الحياة ما عطتني فرصة. الأخطاء اللي عملتها قبل عم تلف وتحاصرني لكل مكان، وبسبب هي الأخطاء صرت بنظر الناس أزعر من حق أي إنسان إنه يحمي بناته ونسوانه من الناس الزعرانة اللي مثلي. بس والله أنت مانك هيك يا أخي. يعني عملت كل شيء بيطلع بإيدك لتصلح أغلاطك. يعني ما فيك هلا تستسلم أخي، ما تستسلم، وفيك ترجع تثبت للكل إنك تغيرت ومانك سيء. أنا متأكد أخي، صدقني. تعرف بحب فيك طيبة قلبك والله.